خلال سنتين تانيات حتلاقي انا وانت ونعمل لقاء وهنكون في حته ثانيه ان شاء الله. مرحبا بالبولد عربيه، معكم حليم تجسر. السنة ببريد في كتير رابرز، لمين متحمس تحضر هاليومين؟ اكيد لصديقي شراوتو مروان موسى وعفروتو، ليلة فضة. اكيد متحمس جدا والله انه بكره ان شاء الله نجي نحضر. آخر اي بي نزلته اللي هو ألبوم فيفيان، كان أحدث إصداراتك، احكي لي كيف عملته، شو الحكاية ورا الأغاني؟ طيب، بالنسبه لاي بي فيفيان يعتبر من اكثر الاغاني المقربه لقلبي، عشان يعني كان يعتبر ار ام بي صرف، وكان تحدي وتشالنج انه نحن كيف نقدر نطلع السايد بتاع الار ام بي السوداني، وانه نقدر نطور فيه ونعمل حاجه جديده. تخلينا. كيف عملتوا فيديو كليب مانديلا والحكاية وراه والمسج منه؟ اوكي، فيديو مانديلا الصراحه هو عباره عن مرحله مروا بها كل السودانيين، خاصة بعد الحرب ومن قبل الحرب، بخصوص اني انا عايش في ليبيا ومتربي هناك، فعشت وشفت احداث كثيرة والمهاجرين والهجرة والى اخره، وشباب كثيرة ومنهم اصحاب ومنهم اخوان ومنهم اهل واقارب. كان مجهود مني ومن الشباب بين انه نوصل الفكرة دي ونطرحها بطريقة فريش، انه الناس يعني تستوعبها بطريقة ما تكون يعني مور دراما، على قدر ما تكون انها فيها امل وفيها انه عادي اي شخص ممكن يمر بمرحلة زي دي.